بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجعنا لكم فيديو إن شاء الله جديد ونال إحسانكم وبمعلومات مهمة عن تربية الحمام الملكي ما دام إجا موسم الحمام الملكي إن شاء الله. بس لا تنسونا باللايك والاشتراك، وصار لنا فترة احنا ما منزلين هواي مقطع فترة طويلة، وإن شاء الله لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى دعما للقناة، وحتى القناة شوي تتوسع أكثر وأكثر، لأن صار فترة من الوقت احنا ما مقدمين محتوى أو معلومات مهمة عن الحمام الملكي. اخوان مثل ما تلاحظون احنا عندنا هاي المحمية تدرون بيها، هاي الكبيرة مسويها للحمام الملكي. هنا سويت مقابل الشمس، شوف الشمس داخلتها جوه مثل ما تلاحظون، الشمس جوه. هنا مخلي الافراخ الزغار للحمام الملكي. الغاية عندي غاية بيها، خليته هنا بهاي المحمية الصغيرة مثل ما تقول، او القفص الصغير. شوف شلون عيوني، شوف الشمس شلون تضرب عليهن، لان أهمية قسوة كبيرة كلش كبيرة للشمس للأفراخ والحمام الملكي، بحيث يتونس على الشمس، أو هو علاج الطبيعي والمهم هو الشمس. أنا قبل فترة ماتت لي كمية كلش كبيرة من الحمام الملكي، تقريبا ب30 زوج، لأن ما عرضت للشمس، وآثارها بينت لأن تمرضن، والصراحة يعني ضجت عليهم والله. فهسه سويت هذا المكان الصغير، شوفوا مثل ما تلاحظون، للأفراخ، ومعرض للشمس من كافة الجهات، بحيث ماكو في ما بيه. مثل ما تلاحظون شوفوا الفي، أصلا في ماكو، ما موجود هنا. شوفوا عيوني، خليتهن هنا حتى يضربهن الشمس. هاي فوق هنا يوقفن اكو في، وهنا اكو شمس، وبالليل اغطيهن مثل ما تلاحظون بعيوني. هذا الشمس هنا ضرورية جدا 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 للأفراخ، كلش مهمة للأفراخ، فتفيدهن، تعطيهن مناعة أو قوة. وهسه مثل ما تلاحظون هن بصحة جيدة إن شاء الله. فقمت شكو أفراخ بالمحمية الكبيرة، أجيبهن هنا أخليهن بهاي المحمية الصغيرة أو القفص الصغير، حتى تضرب الشمس عليهن مباشرة، بحيث مثل ما تلاحظون شوف الشمس بكل الجهات، ماكو جهة ما بيها شمس. يعني هي المحمية مثل ما تقولون معرضة كلها للشمس. وبالليل أغطيهن بهذا اللايلون، هذا شوف هذا اللايلون، أغطيهن بهذا اللايلون، وأغطيهن من هاي الصفحة بهذا اللايلون، فما عليهن شيء، وتوفر لهن الأكل. وإن شاء الله سنة خير، وسنة إن شاء الله المولودة بالأفراخ، وإن شاء الله سنة خير عليكم بحق محمد وآل محمد، وموسم إن شاء الله كله خير إن شاء الله. اخوان ومثل ما تلاحظون كان السقف مسوي انا سندويش، مثل ما تلاحظون باوعوا، كان السقف مسوي 4 قطع سندويش، شلت 2، شلت 2 في سبيل الشمس تدخل المن للخانات. باوعوا شوف الخانات هسه شلون معرضة للشمس، بحيث قبل الشمس مباشرة عليهم. المهم خليت هذا السيم مثل ما تلاحظون، شوف هذا السيم هذا قوي، ضربته ببراغي، وخليت فوقه لايلون حتى من البرودة، ويعني شلون المحمية تدفى، تكون دافية المحمية. مثل ما تلاحظون باوع اخوان، ذنيك السندويشات هنا خليتهن ذنيش على الصفحة دي، تشوفون 2 شلت. حتى الصيف ان شاء الله، حتى بالصيف راح ما ارجعهن، ما ارجع السندويش. ليش؟ لان طيور تأثر تأثير كلش قوي بالبرودة الفاتت، وماتن هواية يشهد الله بالله. مثل ما تلاحظون شوف هسه الشمس شلون باع الشمس، شوف الشمس عيوني. فهو العلاج الرئيسي والقوة والمناعة للحمام الملكي بمن تجي بالشمس. هسه الحمد لله احس بهن مستقرات وماخذات راحتهن، ولزمن حلات، وان شاء الله سنة خير عليكم بحق محمد وآل محمد. اخوان لا تنسونا باللايك والاشتراك دعما للقناة، وإن شاء الله تعليقاتكم نرد عليها ونجاوب عليها كلها. أي استفسار أو السؤال عن تربية الحمام الملكي إن شاء الله ما نقصر وياكم. وهواي جماعة قاعد يسألون علينا ونشكرهم
والله يحفظهم ان شاء الله بحق محمد وال محمد، لان كنت انا شوي تعبان ومريض يشهد الله، فما اقدر انزل لكم مقاطع، وان شاء الله الجاي افضل، وراح نقدم لكم هواي مقاطع ان شاء الله لتربيه الحمام الملكي. ومثل ما تلاحظون شوف انا النيشه اشتريت جاوه زوجين، هذا يسمونه الومنيوم مثل ما تلاحظون، شوف يعني جاوه الومنيوم زوجين. اريد اشوف طبيعه شلون الانتاج مالهن، وخليت لهن براجه ذني شوف فوق. اكو هن هم انواع وبيهن طفرات، هاي الالمنيوم اكو بي الومنيوم، واكو بي عسلي، واكو بي بلبلي، واكو بي ابيض، وحسب الالوان مالتها هم اسعاره. وهم مرغوب بالسوق اذا واحد حاب يريد يربي. وهم معلومات عليهن، هي تقريبا يبيضن من 5 بيضات الى 6 بيضات او 7 بيضات، والقوه البنيه مالتهم قويه كلش قويه، وحتى يتحملن الحار ويتحملن البروده. فاهم شيء انه يكون يستقرن بمكانهن. اذا استقرن بمكانهن ولزم البرج ان شاء الله ما تلحق عليهم بالافراخ والبيض ان شاء الله. ان شاء الله سنه خير علينا وعليكم بحق محمد، والموسم خير ان شاء الله. وان شاء الله نقدم لكم محتوى جيد ومعلومات جيدة عن الحمام الملكي، وما نقصر وياكم ان شاء الله. بس لا تنسونا باللايك والاشتراك، دعم للقناة، ولأن فترة صار طويلة احنا ما ناشرين، نريد دعمكم ووقفتكم ويانا.